تجرى. حدثنا عبد الله بن سلمة بن كان بن حدثنا سليمان يعني من مالين أيايا وابن سعيد قال كان سيد بن سبيوت ثم بران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف وهو خاطئ فقيل سيد فإنك تعتكر قال سيد إن مع من الذي كان يحدث هذا الحديث كان يعتكر إنه والقاية تجي لا لما والقاية انتم بها يو أن من التناجة من الكيس هم قبل وانا مو نمني نوبر جيس جرى دابتي الكيس الأوركا جيجو. حدثنا سيد بن عمرو الأشعري حدثنا بن اسماعيل بن محمد بن جلان محمد بن عمرو بن عطاء سيد بن سيب عن عمرو بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعتكر الله خاتم قال ابراهيم قال مسلم ابراهيم ابو اسحاق جانسون درس مسلمي شينق يا مسلم كجيجي وحدثني بعض اصحابنا غري شريخو خينيان نواس انا عمرو بن عون اخبرنا خالد سرا ويا سدي دبر يا مسلم شيخ خلا لا شيخ راجكسو ويا سدي كتاب قد خنا تاريخان كبو جنني أنا عمرو بن يحيى محمد بن عمرو عن سعيد بن سيب بن عمرو بن ابي معمر احد من يتج بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمسند سليمان بن بلال وذكر امر الميا يا جل خينيا باب النهي عن الالف في البيع. حدثنا زهير بن حدثنا ابو صفوان اللموي وحدثني ابو طلحه رحمه قال اخبرنا ابن خلاف ما يونس بن شهاب عن ابن مسيب بن النبا وريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الف منفقه للسلعه ومنفقه للربي. حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ بن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو سعد الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك النبي كذا الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثره الالف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. باب الشفعه. حدثنا احمد بن مسعد النذير حدثنا ابو الزبير جابر وحدثنا يا ابن اخبرنا ابو قيس بن الزبير جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شريك في رباعة او نخل فليس له اي نمني شريك نساب تجن في رباعة من خيست تكاو تمر خيست فليس له اي يبيت يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك. حدثنا ابن بشيبه ومحمد بن الله بن وساق بن ابراهيم واللفظ بن نمير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا ابن جريج بن الزبير جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة في كل شركة لم تقسم ربعة او هاية لا يحل له ان يبيت يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذن فواق به. وعدني ابو طاهر اخبرنا ابن وهب بن جريج ان ابا الزبير اخبرنا سمع جابر بن الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل شرك في ارض او ربيع او هاية لا يصلح ان يبيت يرد لا شريك فياخذه يدافع نبا فشريكه عاقب يتا يوزنه. باب خرز الخشب في جدار الجاري. حدثنا ابن قال قرات ولا مالك بن شهاب بن الله رجل ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يخرز خشبه في جداره. قال ثم يقول بارت ما لي اراكم عنها معرض والله لا ارمي النبي بين اكتافكم. حدثنا زهير بن الناس يمينتها وعدني ابو طاهر وحرمتها قال اخبرنا ابن وهب اخبر يونس وحدثنا عبد المجيد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كل من الزوري بهذا الاسناد وهو باتي كل يرغينيا ذاتي مصدرج زوري لا مالك جرغينيا. باب تحريم الظلم وخسف الارض وخيرها. حدثنا ابن يعقوب بن سيدنا وعلي بن حجر قال وحدثنا اسماعيل بن جابر الله بن عبد الرحمن بن عباس عن ابن عباس بن سالم بن سعد الساجد عن سيد بن زيد بن عمرو بن وفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما توقه الله اياه يوم القيامه 7 أردين. حدثني رملة اخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد بن نبوة سيد بن زيد بن عمرو بن وفيل ان روى خاصمته في بعد داره فقال دعوها وإياه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بخيرها كي طوقه في 7 أردين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها وجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سيد بن زيد فبينما تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. حدثنا ابو الربيع لا تقي حدثنا ما جدنا شام من رواه نبي ان روى بنت اويس ادعت على سيد بن زيد انه اخذ شيء من ارضها فخاصمته الى مروان من الحكم فقال سيدنا انا كنت اخذ من ارضها شيء بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شيء من الارض ظلما طوقه الى 7 أردين. فقال مروان لا اسالكم جيدا بعد هذا. فقال اللهم ان كانت كاذبه فعمي بصرها واقتلها في ارضها. قال فما تذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في ارضها اذ وقعت في وفرة فماتت. حدثنا ابو بكر النبي شيبه حدثنا ابن زكريا بن ابي زايد عن هشام بن النبي عن سيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه 7 أردين.
وحدثني زهير بن حدثنا جرير عن سهيل بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ ذات شبر من الارض بخير الا توقع الله الى سبيل الارض يوم القيامه حدثنا محمد بن رحمه الدور حدثنا عبد الصمد يعني بن الوارث حدثنا ارم وابن شداد حدثنا يا ابن ابي كثير اما محمد بن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين قومه خصومه في الارض وانه دخل عائشه فذكر ذلك لا فقال يا ابا سلمة اجتنب الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم اذا شبر من الارض توقع من سبيل ارضنا. وحدثني ساق بن مسروق بن شباب بن ليل اخبرنا ابان حدثنا ان محمد بن ابراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه وأنه دخل عائشة فذكر مثله. فذكر أباني هاتين الناس حربي باب قدر طريق إذا اختلفوا في قدر خرادا أبو قيس واللبن. حدثني أبو كامل فضيل المسير الجابر بن عبد العزيز بن خالد بن خالد الحزاء أن يوسف بن عبد الله نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في طريق جعل الأرض سبع ذروع كتاب الفرائض. حدثنا يمن أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال يا أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وليد الزوري أن علي بن سعيد عمرو بن نعمان بن صابت بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم باب الحق الفرائض بها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا عبد الله بن محمد وابن النرسي وحدثنا وابن عن ابن طاووس النبي ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل فرائض بها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا مجد بن سامي الأيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم بن عبد الله بن طاووس النبي ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه كل فرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن مهدي واللفظ بن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن طاووس النبي ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض لا كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثني محمد الله وأبو كريب بن الحمداني حدثنا زيد بن هباب أيها بن أيوب بن طاووس بهذا الإسناد. حديث وهب وروح بن القاسم باب ميراث الكلالة. حدثنا عمرو بن محمد بن مغير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة أن محمد بن قدر سمع جابر بن عبد الله قال بردت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ما شاني فأقمي علي فتودى ثم صب علي من وضوء فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد لي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثني محمد بن عبد بن ميمون حدثنا الحجاج بن محمد حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن قندر جابر بن عبد الله قال اعادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشاني فوجداني لا اكل فدعا بماء فتودى ثم رش علي منه فافقت فقلت كيف تصنع في مالي يا رسول الله فنزل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن يعني بن ماتين حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن قندر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول اعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشيا فوجداني قد اغمي علي فتودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سب علي من الدوي فافقت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي فلم يرد لي شيئا حتى نزلت آية الميراث. حدثني محمد بن عاصم حدثنا باز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن مقدم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اكل فتودى فصبوا علي من وضوئي فاكلت فقلت يا رسول انما يرثني كلات فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن مقدم يستفتونك الله يفتيكم في الكلات قال هكذا انزلت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شبيب وأبو عامر الأكديها وحدثنا محمد بن سنادنا وهب بن جرير كل من شمعت بهذا الإسناد. باتي كل قرى ذاتي ماس خانم دبر دراسات دبره بازي في حديث وهب بن جرير فنزلت الفرائض وفي حديث ندر والعقد فنزلت آية الفرد وليس في رواية هذه منهم قول شعبة بن الخندري. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى واللفظ للمثنى قال حدثنا يا ابن سيد حدثنا هشام حدثنا قتادة سالم بن أبي الجعد أما عدان بن أبي ثلاثة عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعت في الكلالة وما أخلد لي في شيء ما أخلد لي فيها حتى أنا بإسبعي في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أشقت فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. القرآن قرآن مرتي سينكلون قدا أجيا بيان أجيت تنمو بيغوان. وحدثنا أبو بكر النبي شباب بن اسماء بن لؤي سيد النبي روبتها وحدثنا زهير بن إسحاق بن إبراهيم بن رافع عن شباب بن سوار عن شعبة كلاهما قتادة بهذا الإسناد. خانس هشام باب آخر آية
أنزلت آية الكلالة. حدثنا علي بن خرش أخبرنا وكيل عن النبي خالد النبي ساكن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتون يقول لا يفتيكم في الكلالة. حدثنا من سنة بن بشير قال حدثنا من جابر بن شعبة النبي ساك قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنصاري أخبرنا عيسى وابن يونس حدثنا زكريا عن أبي ساكن البراء قال أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا بكريب حدثنا يا بن آدم حدثنا عمرو وابن زريق عن أبي ساكن البراء بمثل باتي أمار قرى خانس درسما زكريا دخنا خير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. حدثنا عمرو حدثنا أبو حدثنا مالك بن خليل النبي الصبر البراء قال آخر انزلت سفتونك باو ترك مال فلورثته. وحدثني زير من الذناب سبل يونس الاليها. وحدثنا رملة بن يحيى واللفظ له واخبرنا عبد الله بن وهب اخبر يونس بن شهاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن النبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع رجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدين من قضاء فإن أتى ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على سابقكم فلما فتح الله عليه الفتى قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاء ومن ترك مالا فهو لورثته. حدثنا عبد الملك بن شهيد بن ليس الدنيا بأن جدي وكيلها. وحدثني زهير بن حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي بن شهاب وحدثنا ابن نمير حدثنا بيدنا بن ابي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث بهذا الحديث كل يرخين بهذا الاسناد ذاتي يونس قد حدثني امام ابراهيم حدثنا شباب قال حدثني ورقه انا بالسناد لنا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفس محمد بيده ان على الارض إلى الذي من مؤمن لا ولا الناس فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولى وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان أدنى من أخبرنا معمر من نبي قال هذا ما أدنى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمؤمن في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فادعوني فأنا ولي وأيكم ما ترك مالا فليوسر بماله عصبته من كان أمر تموجا هوري إسات غوستيسا نمني جوا. حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة التجين أنه سمع بعض من أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فللورث ومن ترك كلا فإلينا ديني خديث جيتو نتعرفه جنا. وعدني أبو بكر بن نافع حدثنا خضر وعدني زهير حدثنا عبد الرحمن يعني من وادين قال حدثنا شباب بهذا الإسناد باتي كلا قال يلقينا ذاتي درس مجرد يلقينا أبي كتاب الهبات باب قراءة شرائع الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك بن أنس زيد بن سلمة النبي أن عمر بن الخطاب قال عملت على فرس عتيق في سبيل الله فأداه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتع ولا تعود في صدقك فإن الآية في صدقك كالكلب يعود في كيئه. وعدني زهير من عبد الرحمن يعني من وادين عن مالك بن أنس بهذا الإسناد باتي عبد الرحمن قرأ ذاتي عمر قوتني لكن مالك بن أنس درسات دي فدا أي مالك عبد الله المسلمات وزاد لا تبتغوا وإن آتاكم بدرهم الدنيا من الإسلام الذين يزيد يعني من نذرين الدينار ومن القاسم سيد بن سلمان النبي أنه مر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أعطاه وكان قليل المال فأراد يشتري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال لا تشتري وإن أعطيته بدرهم فإن مثل الآية في صدقته كمثل الكلب يعوده في كيئه. وحدثنا النبي مرد سفيان عن زيد بن سلمان بهذا الإسناد باتي سويان جرى خير النجز مالك رونس أتم وأكثر. حدثنا يمنو قال قرأت ولا مالك النافع أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباعه فأراد أن يبتاع فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاع ولا تعد في صدقتك. وحدثنا قديم سيدنا ابن رومين جميل الليث بن سعدنا وحدثنا المقدم ومام بن سنة قال حدثنا يا وهو القطان وحدثنا ابن نبي النبي وحدثنا بكر النبي شبه حدثنا أبو أسامة تقول ابن عبد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك كلا جرى حدثنا ابن ابي عمر وعبد الحميد ولفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق بن مولى الزهري سالم عن ابن عمر ان عمر حمل فرس في سبيل الله ثم راها تباع فاراد ان يشتريها فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه يا عمر باب تحريم الرجوع في الصدقه والهبه بعد القبض الا ما وابته لولدي وان سفل.
أقدر اللي بوتو الماني اللي أتاتو جيتو. حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن سعد وزي النبي جعفر محمد بن علي بن المسيب عن ابن المسيب بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجو في ذلك مثل الكلب يقي ثم يعود في كيف ياكله. وحدثنا ابو كريب بن محمد الله اخبرنا ابن المبارك ان اللوزي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا الاسناد ما هو بهذا الاسناد وهو باتين أين يتاتي المبارك قال هي سادة تاتيا. وعدني الجاج بن شاري الدنا عبد الصمد الدنا اربن الدنا يا هو النبي كسن الدنيا عبد الرحمن بن عمرو انما بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد ناوديس فاتي حرب غدا كانت رسول دبر الدبيسا. وعدني هارون بن سيد الذي وامد بن عيسى قال حدثنا ابن ابي اخبرني عمرو وابن الحارث عن بكير انه سمع سيد بن مسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقه ثم يعود في كيئه كمثل الكلب يقي ثم ياكل كيئه. وعدنا محمد سنه ومحمد بن شارين قال حدثنا محمد جابر بن شعبة مات سورة تمان كبو قتادة يحدثنا سيد بن سيد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يد في بيتك كالأعيد في كيئه. وعدنا محمد سنة من نبي يدجنا سيدنا قتادة بهذا الاسناد مثله. فاتي سيد غدا كانت رساكة تعداد دبيسا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن المخزومي حدثنا وابن عبد الله بن طاووس النبي من عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعيد في بيتك كالكلب يقي ثم يعود في كيه. باب قراءة تفضيل بعد الاولاد في لبته. حدثنا ابن قال قرات ولا مالك بن شهاب بن عبيد بن عبد الرحمن واوام محمد بن نعمان بن بشير والدساني عن النعمان بن بشير قال ان ابا وطابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نالت ابني هذا غلام كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نالت مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. حدثنا ابن أخبرنا إبراهيم بن سعد بن شعيب بن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نالت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نالت قال لا قال فردده. حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر بن عيينة وحدثنا قتيبة وابن رمين الليث بن سعدنا وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ميدين قال أخبرنا عبد الرزاق بن معمر كل من الزهري بهذا الإسناد. باتي كل جرى خانيس إبراهيم جلقدا. أما يونس ومعمر ففي حديث ما أكل بنيك وفي حديث الليث بن ولد أكل ولدك ورواية الليث محمد بن نعمان ومهيد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بن نعمان ابن قتيبة سيدنا تناجر بن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد آتاه أبوه غلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال آتانيه أبي قال فكل إخوتي آتيته كما آتيت هذا قال فرده. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عباد بن عوام عن حسين النشابي قال سمعت النعمان بن بشير حدثنا يمنو واللفظ له أخبرنا أبو الأوس عن حسين النشابي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي بعد مالي فقالت أمي عمرة بنت رواة لا أتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بي أبي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم قال لا فقال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع بي فرد تلك صدقتي.